السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في شرح سورة البقرة. الوجه اللي فات انتهى بالآية 252 اللي هي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الوجه الجديد بقى بيبدأ بالآية 253. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني ايه؟ الوجه ده بيبدأ بإن ربنا بيبين لنا إن الرسل عندنا في الشريعة بتاعتنا لازم نؤمن بيهم كلهم، لازم يكون في تسليم تام وإيمان تام بجميع الرسل. تمام. ولكن ربنا سبحان الله فضل بعض الرسل على بعض. واحنا عندنا طبعا أولي العزم من الرسل لهم مكانة تانية خاصة. منهم من كلم الله، ربنا هنا بيتكلم على سيدنا موسى، منهم من كلم الله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. مين هو روح القدس؟ سيدنا جبريل. وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله عندنا اتنين ولو شاء الله في الآية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. سبحان الله، كان ممكن ربنا يخلق البشر كلهم مأمنين وكلهم على إيمان وعلى طاعة وعلى عبادة زي الملائكة كده، كان ما يبقاش في حد كفر، ما يبقاش في شرك، كان سبحان الله. ولكن سبحان الله ربنا ليه حكمة ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله الثانية بقى، انا قلت لكم في اتنين ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ربنا هنا بيبين لك ان هو ليه حكمة احنا مش عارفينها، خلاص نسلم ونقول الامين، نسلم وندي لله التسليم الكامل العادل الحكيم العزيز القادر اللي على علم بكل شيء، احنا نسلم وخلاص. ولكن الله يفعل ما يريد. بعد كده ربنا ينادي على المؤمنين ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. ربنا بقى هيدي دلوقتي هيبدأ يأمرنا بالإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هننفق من إيه يا رب؟ مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. يبقى من قبل أن يأتي يوم إيه؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني ايه؟ يعني ربنا هنا بيحذرنا وبيكلمنا بصيغة التحذير. يعني قبل كده سبحان الله ربنا في آيات كتيرة جدا بتتكلم عن الإنفاق في طريقة الترغيب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. المرة دي ربنا بيكلم المؤمنين بصيغة التحذير بقى. أنفقوا، طلعوا من اللي ربنا اداهولكم، طلع من صحتك، طلع من مالك، طلع من اكلك، طلع من شربك، انفق من ايا كان الرزق اللي ربنا اداهولك. انفقوا مما رزقناكم من قبل. بيحذرهم هو من قبل ما يجي يوم لا بيع فيه ولا خلة. يعني ايه لا بيع فيه؟ كلمة بيع هنا معناها ان انت لو معاك كنوز الدنيا بحالها، لو معاك الارض دي مليانة ذهب وعايز يوم القيامة شوية حسنات، مش هتنفع تشتري، مش هينفع تبدل أي حاجة بالحسنات. خلاص لا بيع فيه ولا خلة. يعني مفيش صاحب، مفيش حد هيبقى معاك، مفيش حد هيبقى جنبك. لا خلة ولا شفاعة، محدش هيقدر يشفع لك. يعني لا في بقى أب ولا أم ولا زوج مفيش حد. لا خلة ولا شفاعة، محدش هيشفع لك ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. والكافرون اللي كفروا، اللي ما طاعوش ربنا، اللي اتبعوا هواهم. والكافرون هم الظالمون، هم اللي ظلموا نفسهم. والكافرون هم الظالمون. وبعد كده بقى تيجي آية الكرسي. ناس كتيرة بتقول عليها آية الكرسي، هي اسمها آية الكرسي. طبعا احنا كلنا حافظين آية الكرسي، ولكن تاني تعالوا نفهم معناها. وانا رسمتها بشكل بسيط خالص عشان انت تبدأ لو انت مش حافظها تقدر تحفظها. الله لا اله الا هو. الآية بتبدأ بالله لا اله الا هو. سبحان الله، يعني ذكر ربنا في اول السورة ده يديلك كده بشرى. وطبعا آية الكرسي هي افضل آية في القرآن. الله لا اله الا هو بتبدأ بالتوحيد. الحي القيوم حي سبحان الله، يعني ملوش اللي هو ايه وقت وهينتهي، او ان هو يعني حاشاه مثلا ينقرض او قوته هتبطل في وقت. لا، الحي قائم حي قيوم. يعني ايه قيوم؟ قيوم ليها معنيين. يعني قائم بذاته، مش محتاج حد،
مش محتاج حد يأكله ويشربه، مش محتاج حد يساعده، مش محتاج حد، قيوم قائم بذاته، وكمان قائم على شؤون الناس، قائم على أكلك وشربك وحياتك، بيدبر لك أمرك، قيوم قائم على مصالحك، قائم على اللي فيه خير ليك، القيوم الحي القيوم. يبقى تاني، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني سبحان الله ما بيتعبش أبدا، ما يجلوش سنة يعني ان انت تبقى قاعد تعبان كده وعينك بتقفل وعايز تنام، سنة ولا نوم، ولا ينام، سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. ودي تدي لك إحساس بالطمأنينة ان ربنا لا يغفل عنه شيء، ان ربنا موجود طول الوقت، ان ربنا يعلم كل حاجة عنك. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله، ملكه كل حاجة، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني سبحان الله حتى يوم القيامة لما النبي محمد هيبقى عايز يشفع لنا، مش هيشفع لنا إلا بإذن ربنا، إلا لما ربنا يديله الإذن ده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، سبحان الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني إيه ما بين أيديهم وما خلفهم؟ سبحان الله يعلم الغيب، يعني لما يدي لك حاجة أو يكتب لك حاجة، سبحان الله يعلم ايه اللي هيحصل في المستقبل، مش بيدي لك الحاجه دلوقتي وهو ما يعلمش ايه اللي هيحصل لك في المستقبل، الحاجه دي هتضر، لا هو يعلم المستقبل ويعلم الغيب ويعلم مكانتك هتبقى فين في يوم القيامه، يعلم كل حاجه، هو يعلم كل حاجه، وكمان يعلم مضيق، هو يعلم مضيق، عارف كل حاجه عنك، يعلم كل حاجه عنك، يعلم ايه اللي حصل في حياتك من اول ما فتحت عينك ومن قبل ما تفتح عينك على الدنيا، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. علم ربنا واسع وكبير، واللي احنا نعرفه هو نقطة صغيرة من علم ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي بيأذن لنا نعرف امتى في الوقت المناسب. يعني لو احنا اتعلمنا مثلا التكنولوجيا ولا اتعلمنا علم الطب ولا اتعلمنا اي حاجة، هي نقطة من بحر علم ربنا، وهو اللي بيأذن لنا ان احنا نعرف المعلومة دي دلوقتي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني إيه وسع كرسيه السماوات؟ كرسيه ليها أكتر من معنى، في بعض العلماء بيقولوا إن هو عرش ربنا، وفي بعض العلماء بيقولوا إن هو موضع قدم ربنا. سبحان الله، تخيل بقى ده لما يبقى مساحته بس قد السماء والأرض، السماوات والأرض، والسماوات إيه؟ السماء الدنيا حلقة، يعني إيه؟ عارف أنت لما تجيب خاتم كده وترميه في الصحراء، أهي السماء الدنيا بالنسبة للسماء التانية، يعني السماء الدنيا الأولى في السماء التانية هي عبارة عن زي خاتم كده رميته في الصحراء. أنت متخيل المنظر؟ أنا عايزك تتخيل معايا. والتانية في التالتة كأنه خاتم في صحراء، أنت متخيل الوسع، متخيل المنظر؟ وهكذا الثالثة في الرابعة، والرابعة في حلقة كأنك رميتها في صحراء. ولا يؤوده حفظهما، معناها ان هو مش هيتعبه، مش سبحان الله يعني، ولا يتعب ولا يرهق، ولا الموضوع صعب بالنسبة له خالص. حفظهما وهو العلي العظيم. هو لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول ان احنا ما بنكرهش الناس في الدين، احنا ما علينا الا البلاغ. وربنا يقول للنبي محمد لا، ما عليك الا البلاغ. يعني انت كل اللي انت عليك ان انت تبلغ الرسالة وتودي الفكرة للناس وتديلهم الفكرة صحيحة. وكل اللي كان النبي فيه سبحان الله زمان من حروب، وكان عشان بس يبلغ الأمان، عشان بس يبلغ للناس كلمة الله وكلمة التوحيد ويعرفهم الدين الإسلامي. يعني حتى سبحان الله في أولادك كل اللي عليك إن أنت تعمل أقصى ما في جهدك إن أنت تربيه وإن أنت توصل له رسالة، بس مش هنجبر حد. يعني انت بتعمل اقصى ما في جهدك عشان التربيه، وان انت تخليه ينشأ نشأة صحيحه، وان هو يعرف الدين ويعرف القرآن وان هو يصلي. اعمل اقصى ما في جهدك، وبعد كده الباقي بقى على ربنا. ممكن تزعل مره، ممكن تاخد موقف مره، ممكن تحاول تمنع عنه حاجه مره، بس ان احنا نرغمه بالعافيه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد اللي هو الايه؟ قد تبين الرشد من الغي، الرشد من اللي هو الهدى، الهدايه هتظهر. قد تبين الرشد من الغي اللي هو الضلال، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو ايه؟ اي حاجه بتتعبد من دون الله، والحاجه دي راضيه، اي حاجه، اصنام بقى، النار بقى، اي الشيطان، اي حاجه بتتعبد وهي راضيه، تمام؟ اي حاجه بتتعبد من دون الله
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. اللي هيكفر بأي حاجة غير ربنا ويؤمن بالله بس فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني ايه العروة الوثقى؟ يعني كأنه كده مسك على دينه وإيمانه بقى قوي قوي، زي بالظبط اللي ماسك حبل شديد قوي مش هيتقطع بسهولة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، يعني مش هتتقطع، مش هتتقطع. والله واسع عليم، والله واسع عليم. الآية اللي بعدها من الوجه الجديد هناخدها بس، وهي الله ولي الذين آمنوا، ودي لأنها شوية مرتبطة بالآية اللي قبلها. الله ولي الذين آمنوا، سبحان الله، ربنا وليك، ربنا هيتولاك في أمور دينك، في أمور دنيتك، في أمورك كلها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا بيطلعنا من نور العصيان، من نور الشرك، من نور الكفر، إلى من السيئات إلى النور، إلى النور والهداية. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا، الذين كفروا بقى دول كان الذين آمنوا. طب والذين كفروا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. أولياءهم مين؟ الطاغوت، اللي احنا قلنا الضلال والكفر بقى، الشرك. يخرجونهم من إيه؟ من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى احنا كده خلاص خلصنا الوجه اللي عليه الدور، وأخدنا الآية من الوجه الجديد. كده خلاص خلصنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.